إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عما يكون بين يدي الساعة مما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع اليوم مما كان وهو كائن وسيكون قبل قيام الساعة هو أخطر شيء على هذه الأمة. ما من شر وقعت الأمة فيه أو ستقع الأمة فيه إلا وهو منبثق عن هذا الذي سنذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج لبيانه جدا، لا سيما في مثل هذه الأيام التي فشى الأمر فيها وانتشر، والله المستعان. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأخبرنا أهل العلم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، من تركها بلا عذر فصلاته باطلة. أمرنا الله تبارك وتعالى بقراءة الفاتحة في القرآن، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة الفاتحة في الصلاة. وفي هذه الفاتحة في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت بعد أن تثني على ربك عز وجل، بعد أن تحمد ربك تبارك وتعالى، بعد أن تتوسل إلى الله عز وجل بعبادتك له واستعانتك به جل جلاله، لك دعوة واحدة تقول: اهدنا الصراط المستقيم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل: فوض إلي عبدي. بعد حمدك لله وثنائك عليه وتفويضك الأمر إليك يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في مثل هذا الموطن ما هو الشيء المهم الذي تدعو ربك به في كل صلاة، في كل ركعة؟ اهدنا الصراط المستقيم. فصار طلب الصراط المستقيم أصل في الصلاة. تدعو ربك أن يدلك عليه وأن يثبتك عليه، أن يهديك إليه وأن تستمر عليه إلى أن تموت على صراط الله تبارك وتعالى. ثم ميز الله عز وجل لك هذا الصراط بأنه صراط سار عليه الصالحون من قبل، صار عليه المنعم عليهم من قبل، وهو بخلاف صراط المغضوب
المغضوب عليهم وصراط الضالين. إن كنت إماما فكل من خلفك يؤمن يقول آمين اللهم استجب. هذا يدل على أهمية طلب الصراط وأهمية الثبات عليه، فلا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالسير على صراط الله المستقيم الذي صار عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ولن يكون هذا إلا باجتناب صراط المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي في سننه وإسناده صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فمخالفة صراطهم دعوتك، دعاؤك لربك في موطن لا يشرع الدعاء فيه إلا بهذه الدعوة. لو أنك تركت هذا الدعاء ودعوت في هذا الموطن بأي دعاء آخر الصلاة باطلة، إلا أن تكون عاجزا عن قراءة الفاتحة، فحينئذ تثني على ربك عز وجل، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا تكبر. ففي قيامك بين يدي الله عز وجل حين تقرأ كلام الله تبارك وتعالى إنما تطلب من ربك أن يثبتك على الصراط الذي جاء به محمد، وأن يجنبك الصراط الذي سار عليه أعداء محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك مخالفة صراط المشركين قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. عدم السير على طريقهم وعدم التشبه بهم أصل عظيم من مقاصد شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تحريم التشبه بالمشركين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الكتاب هذا من أروع ما كتب في هذه المسائل، كتاب في مجلدين، هذا المجلد الأول منه ذكر فيه حوالي 10 آيات في تحريم التشبه بالمشركين، وذكر عشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع الأئمة المتبوعين الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريم التشبه بالمشركين. فمن ذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك، والخطاب للنبي ثم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جعلك الله على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبع أهواء من خالف النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة نبيه عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تخالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخالفوا سمته ولا هديه، لا تخالفوا عن طريقه، لا تخالفوا صراطه، فلا تسيروا خلف غيره صلوات ربي وسلامه عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فكل من ابتغى دينا غير الإسلام لن يقبل منه، والإسلام هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فكل ما خالف محمد صلى الله عليه وسلم فليس من الإسلام في شيء، حتى لو كان مجرد لفظ، مجرد كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي المنافقون فيجلسون، وأحيانا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يدعوهم إلى الله عز وجل. فكان اليهود يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: راع. كلمة راعنا عند العرب يعني أعطني سمع، لكنها عند اليهود لها معنى آخر،
عافانا الله وإياكم كانوا يريدون أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم سبا مبطنا لا يبطن له كثير من الناس، فكانوا يقولون راعنا من الحب والرعونة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فلما قال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وهم يقصدون معنى صحيحا. تدبر هذا الموضوع، الصحابة قطعا لا يقصدون للنبي عليه الصلاة والسلام إلا المعنى الصحيح. العرب يقولون راعني سمعا، أعطني سمعا، أعطني أذنك، كما يقولها الناس الآن راعيني في كذا. لكن لما كان مقصدهم صحيحا ولفظهم موافق للفظ اليهود مجرد اللفظ، قال الله تبارك وتعالى لأمة النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا. لماذا لا يقولوا راعنا مع أن القصد صحيح سليم، حتى لا يشابه اليهود في اللفظ. ومن قصد اليهود لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كره الله للمؤمنين أن يشابهوا اليهود الملاعين ولو في مجرد اللفظ، فكيف بمن يشابه اليهود في الفعل، في العمل، في السمع، في النهج، في الطريقة، في السيرة، في الهدي؟ كيف بمن يوافقهم على عاداتهم التي اختصوا بها وعلى عباداتهم التي ابتدعوها من دون الله تبارك وتعالى؟ أما السنة ففيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشدها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن جيد، قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام في شرحه لهذا الحديث بين أن هذا مقتضى جبلة الإنسان، أنه إن تشبه بقوم صار منهم فعلا، صار منهم واقعا وحقيقة. وهذا قد يصل بالعبد إلى مرحلة المعصية أو الكبيرة أو إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. إن شابه الرجل المسلم أولئك المشركين فيما هو من خصائصهم مما ليس طعنا في الإسلام وليس خروجا عن ملة الإسلام، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو منهم بلفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عادة النبي صلوات ربي وسلامه عليه فالأصل فيها مخالفة المشرك، وهذا فيه أحاديث كثر أذكر منها هذا الحديث الوحيد، رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الحاكم، وقال شيخ الإسلام صححه بعض الحفاظ وإسناده حسن إن شاء الله. عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس إلى أم سلمة. ابن عباس أرسل خادمه إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من الأيام؟ أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصومها؟ فانطلق إليها فسألها فقالت كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يصوم يوم السبت والأحد. فعاد إليه فأخبره، وكان معه جماعة من الصحابة فاستغرب، فأرسلوه مرة أخرى فسألها فأجابت بنفس الجواب، فعاد إليهم فتعجبوا وانطلقوا إلى أم سلمة فسألوها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد ويقول إنهما عيدان للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يخالف المشركين. هذا المعنى ثابت عن النبي في عشرات الأحاديث، لا يبعد أن تقول تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب مخالفة المشركين.
وإن أردت أن تنظر لعشرات الأحاديث في هذا فانظر في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، أو انظر في مختصر من مختصراته، أو انظر في كتاب جلباب المرأة المسلمة لعلامة السنة وإمام المسلمين في هذا العصر محمد ناصر الدين الألباني. عقد فصلا في مخالفة المسلمين للمشركين طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي العادات، في اللباس والأطعمة، في الصوم وفي الصلاة، في العقائد وفي الشعائر، في كل أصل اختصوا به كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمخالفته، وسنأتي على بعض إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عمر رضوان الله عليه، وأجمع الأئمة بعد عمر، أئمة الهدى والرشاد من الخلفاء الراشدين والأمراء المهديين، على أن يشترطوا على أهل الكتاب شروطا. فكان من هذه الشروط فيما شرطوه على أنفسهم قالوا أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. شرط عليهم ألا يتشبهوا بالمسلمين حتى لا تختلط الأمور، حتى لا يضيع السمت والهدي. اشترط عمر وأقره جميع الصحابة على هذا، حتى كان من الشروط ألا ينقشوا خواتمهم بالعربية، لأن العربية لغة محمد صلى الله عليه وسلم. واشترط عليهم أن يلزموا زيهم، لهم زي خاص لا يخالطون المسلمين فيه، وأن يشدوا على أوساطهم الزنانير. وقد ذكرنا هذه الشروط من قبل، وهي صحيحة عند أهل العلم، مقبولة عند الأئمة المتبوعين. وعمر بن عبد العزيز دخل عليه جماعة من بني تغلب قبيلة عربية، فقالوا له يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال من أنتم؟ قالوا من بني تغلب. قال ألستم من العرب؟ تقولوا ألحقنا بالعرب وأنتم من العرب. فقالوا عن أنفسهم أنهم نصارى، هم أصلا من العرب لكنهم تنصروا من قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام لم يدخلوا فيه ولم يكرههم أحد على الدخول فيه، لا إكراه في الدين، لكنهم قالوا ألحقنا بالعرب اجعلنا كالعرب. فقال من أنتم؟ قالوا بنو تغلب. قال وما شأنكم؟ قالوا عن أنفسهم أنهم نصارى. فأمر رحمه الله بالأخذ من نواصيهم، يجز النواصي حتى لا يتشبهوا بالمسلمين، وألقى عنهم العمائم، لأن العمائم سيم العرب سيم المسلمين، وشق أرديتهم فشد على أوساطهم كالزنانير، وقال لا تركبوا السروج ومدوا أرجلكم من شق واحد إلى آخره. فاتفق عمر بن الخطاب والصحابة معه، واتفق عمر بن عبد العزيز والتابعون معه على وجوب مخالفة المسلمين للمشركين. هذا واقع في حياة الأمة لا يجهله آنذاك عالم ولا عام. قضايا متعددة متناثرة في ثنايا التاريخ الإسلامي، زمن الصحابة ومن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى الصحابة فيه والأئمة فيها عن التشبه بأهل الشرك والجاهلية. في البخاري كان الصديق رضي الله عنه خارجا إلى الحج، فوجد امرأة حاجة صامتة فسأل، فقالوا نذرت أن تحج وهي صامتة. فقال رضي الله عنه لها تكلمي فإن هذا من شعار الجاهلية. لماذا نهى؟ لأن أهل الجاهلية المشركون كانوا يحجون صامتين أحيانا، فنهى رضي الله عنه المرأة المسلمة أن تحج صامتة كما كان يحج أهل الجاهلية. وأما الأئمة المتبوعون فأقوالهم كثيرة متنافرة، إن قدر الله عز وجل بعد العصر سنذكر أقوالهم وسنذكر ما في كتب أهل الفقه من هذا الأصل الأصيل.
لكن لا أريد أن أطيل عليكم الآن في هذا التأصيل. هل هناك مسلم يخالف بهذا الأصل الذي جاء في القرآن وفي السنة وفي إجماع الأمة، الذي يؤصله المسلم لنفسه يدعو به ربه في كل صلاة؟ لا أظن. مع هذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن مما يكون بين يدي الساعة أن تتشبه الأمة المسلمة بأمم الكفر. وهذا عجيب أن يكون الأصل مقررا في القرآن وبالسنة وبين الأمة، ثم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن قدر الله عز وجل واقع لا محالة أن كثيرا من هذه الأمة يسير على نهج المشركين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. لا تقوم الساعة حتى تأخذ الأمة بما أخذت به الأمم السابقة، شبرا بشبر، وباعا بباع، وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. فارس كانت مجوسية والروم كانت نصرانية، لكن حين يذكر فارس لا يراد به دين فارس، وحين يذكر الروم لا يراد به دين الروم، إنما يذكر هذا لبيان حال سياسي في تلك الدول. فبالنسبة للحالة من جهة الرئاسة من جهة الإمارة ستكون الأمة إلا من رحم الله عز وجل على سنة فارس والروم، قيصرية أو كسروية. وفي رواية عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن جمع سنة، والسنة هي الطريق. لتتبعن طريقة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، باعا بباع، وذراعا بذراع، وشبرا بشبر. الباع هكذا، والذراع هكذا، والشبر هكذا. لن تخالف الأمة الأمم السابقة مقدار الشبر، بل يتابعون، بل في رواية حذو القذة بالقذ، ريش السهم، لا نخالفهم في مقدار 1 سنتيمتر. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ الآن السؤال عن أهل الأديان، اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. لو دخل اليهود والنصارى، لو دخلت فارس والروم، لو دخلت الشرك جحر ضب لدخلتموه معهم. وهذه محتاجة إلى وقفة، لأن هذا اللفظ من أعجب البلاغة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الضب حيوان له جحر، والحيوانات التي لها جحور كثيرة. قالوا جحر الضب ضيق، وهو كذلك، لكن جحر الجرذان الفئران ضيق. قالوا الضب إذا صنع جحرا لا يجعل لنفسه منفذا آخر، فإذا عرض له الهلاك هلك ولم يستطع أن يفر. يعني أن الأمم السابقة لو دخلت في مهلكة ضيقة نتنة كجحر الضب لسارت الأمة خلفها. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: الضب قاضي الطير والبهائم. العرب تسمي الضب قاضيا، وذكروا في ذلك القصة ذكرها أهل اللغة. فلو أن أهل الكتاب، لو أن الروم وفارس تحاكموا إلى الضب فدخلوا في جحره النتن ليتحاكموا إليه بعدا عن شريعة الله لسارت الأمة خلفهم. وانظر بعينك الآن، لو أن الغرب، لو أن الشرق الكافر والغرب الكافر اجتمعوا الآن على شيء فقرروه في هيئة الرمم، هل
هل سيخالف المسلمون ما قرره الغربيون والشرقيون؟ الآن هل المسلمون يملكون أن يقولوا لا لأي شيء؟ غثاء كغثاء السيل. لكن الحديث يشير إلى أمر أخطر، وهو أننا نتابعهم، فصاروا في ذلك قادة وهم الأراذل، وصارت الأمة أتباعا أذلاء وهم في الأصل قادة للأمم، حتى لو دخلوا جحر ضب. قال الشراح في هذا الحديث في هذا اللفظ مبالغة في الاتباع لهم، فلو اقتصروا لاقتصروا، ولو استمروا لاستمروا، لا وزن ولا قيمة. قال حتى أنهم قتلوا أنبياءهم، وليس نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فتقتل هذه الأمة خلفاءها كما قتلت بنو إسرائيل أنبياءها، إذ مهمة الأنبياء قيادة الناس بشريعة الله، ومهمة الخلفاء قيادة الناس بشريعة الله عز وجل. سيأتيك في الأمثلة والله ما لم يخطر على بالي، أنا لم يخطر على بالي قبل حتى قرأته أمس وأطال النوم والله من عين. إن اليهود والنصارى قد ادعوا لله عز وجل الولد، فقالوا لله أب، ووجد في هذه الأمة من نسب لله الولد. إيه والله قالوا عن علي بن أبي طالب أنه ابن الله، الرواه لعنهم الله. وصل الأمر إلى هذا الحد، سبوا ربهم فسب بعض المسلمين رب العالمين، سبوا أنبياءهم فسب بعض المسلمين نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الرسل وفي الرسالات، فوجدنا في الأمة من يفعل ذلك. ما من بلية ما من شر وقعت فيه الأمم السابقة إلا ويقع بعض هذه الأمة فيه، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب، لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه لاتبعتموه، حتى وهذه بالسنن لو أن أحدهم جامع أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. انظر المتابعة إلى هذه القمة في الفجر والفسق والفسوق الذي تأباه الفطرة السليمة تأباه. لو أن أحدا منهم جامع أمه لوجد في هذه الأمة من يتابعه على ذلك. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن أمر الدين في العلم والعبادة سيفسد من أتباع الدين علما أو عبادة باتباع اليهود والنصارى، وأن أمر الدنيا ملكا ورئاسة سيفسد من أتباع الدنيا باتباع سنة فارس والروم. فإذا فسد أمر الدين والدنيا فعلى أي شيء يكون البقاء؟ قال الإمام ابن الملقن رحمه الله قال ابن بطال قد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور، يتبعون البدع والأهواء المضلة كما اتبعتها الأمم من فارس والروم. قال حتى يتغير الدين عند كثير من الناس، يتغير الدين عند كثير من الناس، فيصير الدين ما جاء به بنو صهيون، ما جاء به بنو إسرائيل. حتى وجدنا من المسلمين من يثني على كلامهم ويؤسس لكلامهم ويتبع به ما جاء في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أنذر عليه الصلاة والسلام في كثير من حديثه أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق بالنص هم بنو إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا سلكت الأمة مسالك الابتداع
والاتساع في الدنيا وإقامة الحد على الوضيع على الفقير وعدم إقامته على الشريف على الغني. فإذا زخرفت المساجد واتخذت القبور أوثانا فاعلم أن الأمر قد دنا. قال الإمام بدر الدين العيد شرح صحيح البخاري في كتابه عمدة القارئ وهو إمام الحنفية في مصر في القرن الثامن الهجري، يقول: وقد وقع معظم ما ذكر خصوصا في الديار المصرية، خصوصا في الديار المصرية التي عاش فيها. قال: وخصوصا في ملوكها وعلمائها وقضاتها. هذا ما ذكره الشراح قديما منذ عدة قرون، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك به رسول الله مع كثرة التحذير في القرآن والسنة من سلوك هذا الطريق، إلا أن الأمر قد وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت ترى بعينك إن نظرت في أي باب شابه المسلمون الكافرين. حتى روى الإمام الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة. فوقعت الأمة في ذلك كما بينا في خطبة عن المثناه أن الأمة كتبتها وتركت القرآن واتبعته. وفي درس العصر إن شاء الله مثال صارخ على هذا البلاء المولد. وروى الحاكم من حديث ابن عمرو وإسناده صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثل ذلك. وروى الإمام الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين كذا قال، ووافقه الذهبي عن حذيفة أنه كان جالسا فقرأ قارئ قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال بعض جلسائه: هذه الآية لبني إسرائيل، هذه الآية خاصة ببني إسرائيل. فقال رضي الله عنه: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلو ولهم كل مر. نعم الإخوة إن كان الذنب واقع عليهم فقط، إن كان الذنب واقعا عليهم فقط فنعم الإخوة، فلهم الحلو ولهم المر. ثم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده كلا حتى تتبعوهم حذو القذة بالقذة. تصيروا على هذا حتى في هذه الآية. هذا قول حذيفة بن اليمان رضوان الله عنه. وهذه أمثلة مما حرم الله علينا التشبه بالمشركين فيه. أذكرها لأهميتها في هذه الأيام: التشبه بهم في أعيادهم في عباداتهم. وأنت تعلم أن دونك بعد قليل ستنظر إلى حال الأمة لا تستطيع أن تفرق بين المسلمين وغير المسلمين فيما يسمى بعيد الميلاد. زعموا وليس عندنا أعياد إلا الأضحى والفطر ويوم الجمعة بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقطع أن عيسى عليه السلام، أن عبد الله ورسوله عيسى لم يولد في هذا التاريخ بكتابنا وبكتابه، وهذا ذكرناه من قبل. الشاهد: حرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نشابه المشركين ولو في أشكال عباداتهم. روى الترمذي وأحمد بسند صحيح عن أبي وقر الليثي رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلق إلى حنين فانطلقنا معه، فمررنا بشجرة عظيمة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. المشركون كانت لهم شجرة يعلقون بها الأسلحة، يعكفون حولها يستنصرون بها. قال: فمررنا بدوحة عظيمة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المشركون
يطلبون النصر والتأييد والتمكين من هذه الشجرة المخلوق، يتوسلون بها إلى الله كما قال الله عز وجل على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والصحابة رضي الله عنهم حينما شابهوهم في مجرد اللفظ: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إنها السنن. قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل. انظر إليه، فما قالوه لا تتابعهم فيه. لا تقل اجعل لنا اشتراكية كما لهم اشتراكية، ولا اجعل لنا ديمقراطية كما لهم ديمقراطية، ولا اجعل لنا كذا كما لهم كذا. النبي يقول: والله إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد للأنصار يومين يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. فترك النبي والصحابة عيد الجاهلية ليعيشوا في عيد الإسلام. فمن عاد إلى عيد الجاهلية لم يكن على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى في مجرد العهد الروم والفارس عظماؤهم يجلسون والناس يقفون على رؤوسهم، هذه عادتهم. يجلس كبير القوم والناس قيام على رأسه كقيام العبيد خدمة له. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل يصلي وكان مريضا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والصحابة على قيامهم. القيام ركن في الصلاة، فأشار لهم النبي أن اجلسوا وهو يصلي، أشار إليهم أن اقعدوا فقعد. فلما انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إن كدتم لتفعلون كما فعلت فارس والروم، يقومون على رؤوس الأعاظم. إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. القيام ركن، ومع ذلك يترك. لماذا يترك؟ حتى لا يتشابه المسلم مع الكافر في مجرد الشرك، مع أن هناك فرق شاسع بين القيام للصلاة والقيام على رأس عبد من عبيد الله عز وجل. وفي الصحيحين قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تأكلوا في آنية، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لماذا لا نلبس الحرير؟ لماذا لا نشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال: فإنها لهم في الدنيا، لهم هم في الدنيا، أما نحن فإنها لهم في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن نكون منه. وحرم أهل السنة التشبه بالمشركين في زيهم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمرو: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وقال عمر: إياي وزي العجم، إياي وزي الأعاجم. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: لا يشبه الزي حتى يشبه القلب. يقول القائل: أنا لا أقصد التشبه، أنا حين ألبس هذا أو أفعل هذا أو أقف كما قالوا لا أقصد التشبه. نقول: إن التشبه متحقق ولو لم تقصد، بدليل ما رواه مسلم عن عمرو بن عبس: جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والجهاد والصلاة، فكان فيما قال: ولا تصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حين يصلي عمرو يصلي لمن؟ لله. ماذا يستقبل؟ كعبة الله. لكن في هذا التوقيت المشركون يصلون للشمس ويستقبلون الشمس. فالنبي عليه الصلاة
أن نصلي في هذا الوقت لله حتى لا نشبه في ظاهر الفعل من سجد في هذا الوقت لغير الله عز وجل، مع اختلاف المقصد. مقصد المسلم توحيد الله، ومقصد الكافر الشرك بالله. ومع ذلك نهى نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فإنها حينئذ يسجد لها الشيطان، يسجد لها الكفار وقت الغروب ووقت الشروق. فإن قال قائل: سأصلي في هذا الوقت نافلة ولا أقصد التشبه بالمشركين، نقول له: نهاك عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الصحابة لما صلوا قياما يدل على هذا. هم صلوا قياما لله رب العالمين، وأولئك يقفون قياما للعبيد. فاختلفوا في المشي، فاختلفوا في المقصد، وإن اتفقوا في الشيء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهتهم ولو فيها. ومن أخطر ما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى في التشبه بهم، هذا من أخطر الأمور. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فنبينا وربنا تبارك وتعالى ينهانا أن نتفرق كما تفرق المشركون من قبل. ومع أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم تفرقوا، أخبرنا أيضا أننا نتفرق. فقال، وهذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أكثر من 10 من الصحابة. قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا لفظ صحيح. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق، والحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الثانية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولأهمية هذا الأمر سنذكره كعلامة مستقلة من علامات الساعة فيما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمة في جملتها تتبع سنن المشركين، فمن ذا الذي يحمل الأمة على هذا؟ إنهم شرار الخلق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والطيرسي بسند حسن: لا يحملن شرار هذه الأمة، لا يحملن شرار هذه الأمة أمتي على سنن الذين من قبلهم من أهل الكتاب. فمن الذي يتشبه بهم؟ شرار هذه الأمة. شرار هذه الأمة الذين مع ما علموا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا قاعدة جنكيز خان، ساروا على سنة كسرى وقيصر، اهتدوا بهدي فرعون، ففرقوا الأمة شيعا وأحزابا وحكموهم بغير ما أنزل الله عز وجل. الذين قادوا الأمة بنهج الأكاسرة والقلاصرة والفراعنة والجبابرة. ومن شرار هذه الأمة المبتدعة الذين يحرفون الدين. جاء عطاء إلى ابن عباس فقال رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: لقد قال الناس لا قدر. يعني أن الله عز وجل لم يقدر الأمور. بعض الناس القدرية نفوا علم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما هو كان. فقال: أوقد فعلوها؟ أولئك شرار هذه الأمة، أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم. قال الحسن البصري وهو يذكر بعض قراء القرآن يقول أحدهم: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. قال: ووالله لقد أسقطه كله، لا ترى له أثرا في خلق ولا عمل. وأيم الله
إن من شرار هذه الأمة أقواما قرأوا القرآن وجهلوا سنته، حرفوه عن مواضعه، وإن أحق الناس بهذا القرآن من عمل به. أحق الناس بالقرآن وأحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من عمل به. وهذا أثر جامع عن حذيفة رضي الله عنه يذكر فيه ألوانا من سير هذه الأمة على سنن من كان قبله. رواه من أجر في الشريعة. قال رضوان الله عليه: وقد أخذ كفا من تراب وبيده حصى بيضاء فأشار إلى الناس بحصاه البيضاء ثم قال: إن الدين قد استضاء كما استضاءت هذه. ثم أخذ التراب فأهاله عليها حتى دفنها. وقال: وإن أقواما يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصى. يشبه الدين في ضوئه ونوره بالحصى، ثم يذكر ما سيكون من الأمة قبل الساعة من دفن هذا الدين. قال: وأول ما تفقدون من دينكم الخشوع، ولينقضن الإسلام عروة عروة، ولتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقدة بالقدة وحذو الشبر بالشبر لا تخطئون طريقهم. هذا الذي يدفن الدين. النظر كما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ما جاء به غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم ولو أن رجلا من بني إسرائيل فعل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة. قال: غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ أتعبدون العجل الذي عبده بنو إسرائيل أم لا؟ ويبقى من الناس فرقتان يقول إحداهما: لقد ضل من قبلنا صلوا 5 صلوات، جعلوا الصلوات ال5 ضلال. وقد سمعت بأذن في الأيام الماضية رجلا ممن يظهر على القنوات من الزنادقة المحرفين للإسلام يعيب على الأزهر أنه يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن كان ولا بد فقولوا هذا كان فيما مضى. المسلم أخو المسلم كان زمان، نحن الآن في وقت المواطنة، فيريد أن يحرف الإسلام وأن يلغي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: نحن الآن هناك قانون ودستور، أما الشريعة فقد عفى عليها الزمن. كما قال الآخر: من أراد أن يقلد محمدا فليذهب إلى جبلية القرود، وهذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. يقولون: ما بين الصلوات ال5 يكفينا في اليوم 2 صلاتان أو 3. وأخرى يقولون: إنا مؤمنون بالله ليس فينا منافق، وهم والله يقولون هذا. زنادقة ويقولون نحن مؤمنون مسلمون. ما دام قلنا لا إله إلا الله انتهى الأمر. إني لا أعلم أنكم ستفضلونه، ستزيدون على بني إسرائيل ب3 خصال نتابعهم في كل شيء ونزيد عليهم في الشر شرا. قال: الأولى نبش القبور، لم تكن في الأمم السابقة. والثانية سنة النساء، السمن لا سيما في النساء، حتى إن الجارية لتموت شحما. وأنت تسمع كم من امرأة أو رجل يعمل عمليات جراحية من أجل هذه السمنة، وكم من ميت فيها. قال: وحتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قيل له: يا حذيفة، أيكون في هذه الأمة من يفعل فعل قوم لوط؟ قال: نعم. قال: حتى يكون في هذه الأمة قردة وخنازير كما كان في بني إسرائيل قردة وخنازير. قال أبو هريرة رضوان الله عليه: أنتم أشبه الناس. قال ابن مسعود: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل. في هذا الكتاب في الفهرس فقط ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألوانا من مشابهة المسلمين للمشركين. ذكر
المسلمون فيها علماء كانوا أو عباد، أبناء دنيا كانوا أو أبناء دين، على نهج بني إسرائيل. ذكر عدة خصال وقع فيها من تسمى بالعلم، ووقع فيها من تسمى بالزهد، ومن تسمى بالدعوة، ومن تسمى بالسنة، وشابهوا فيها المشركين. ووقع فيها من أبناء الدنيا من الأغنياء في مثل ما وقع فيه قارون، من التجار في مثل ما وقع فيه أبي، من الأمراء في مثل ما وقع فيه فرعون وقارون، في مثل ما وقع فيه فرعون وهامان. فنسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى من صار على نهج يوم الدين. سؤال اجاب عنه شيخ الاسلام: اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قد اخبرنا ان الامه ستقع في هذا، فما فائده التحذير منه؟ لماذا نتكلم فيه؟ الجواب ان هذه الامه امه مرحومه. مع كل هذا أمة مرحومة، فالأمة لا تقع جميعا في متابعة بني إسرائيل، يتابعهم بعض هذه الأمة. أما الأمة فثم قاعدة أخرى، وهي أنها أمة معصومة من الوقوع في الضلال جميعا. إن الله تبارك وتعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا هو الفارق الرئيس بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة، وسيأتي بيانه إن شاء الله، لأن هذه الأمة الفرقة الناجية منها تساوي ثلثي أهل الجنة في هذه الأمة. فالأمة لا تقع جميعا في مشابهة بني إسرائيل، فمن أراد أن ينجو فلينجو، ولن ينجو إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عقوبات هذا الأمر: الهلاك في الدنيا والآخرة، هلاك من جهة الدين وهلاك من جهة الدنيا. نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نهلك من جهة الدين بمتابعة هؤلاء. فبالصحيح صحيح مسلم عن ابن عمرو قال: كنا جلوسا نقرأ القرآن، فدخل علينا نبينا صلى الله عليه وسلم وقد اختلفوا فيه، تنازعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. ما الذي أهلكهم؟ تنازعوا في القرآن، تنازعوا في الكتاب. إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رجلا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل على غير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعلم أن القرآن له 7 أحرف كلها شاف كاف، فابن مسعود قرأ بحرف، وسمع صحابيا يقرأ بحرف آخر، فانطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. اختلفوا في الدين، اختلفوا في الكتاب فهلكوا. إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. وعمر رأى جماعة من الناس في طريق سفر يتقصدون مكانا معينا للصلاة، ينزلون فيه فيصلون في غير وقت فريضة. فقال: ماذا يفعلون؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيع وصوامع. من مر منكم بهذا المكان في وقت صلاة فليصلي، الأرض كلها مسجد
طهور، ومن مر به في غير وقت صلاة فليمضي. لا تتبعوا آثار الصالحين فتتخذوها معابد لرب العالمين، لأن هذا مبدأ الغلو، ويسير الأمر بعد حين إلى أن يعبد الصالحون من دون رب العالمين. أولئك شرار الخلق اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا اختلف أهل الدين فالعلماء شابهوا علماء بني إسرائيل فاختلفوا في الكتاب، والعباد شابهوا عباد بني إسرائيل فابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. فمن يرد الناس إلى الجادة؟ من يردهم إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن اختلفوا فمن ذا الذي يرجح بينهم؟ الرجل من العامة إلى من يعود وإلى من يرجع؟ أما في الدنيا ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فجاء بمال فوضع في المسجد، فأصبح الناس يدخلون، اختلط الناس وماجوا وكثروا في المسجد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم قال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة أتى بمال؟ قالوا: نعم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخاف عليكم من الفقر من قلة ذات اليد. فما الذي يخافه عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. ما الذي أهلكهم؟ بسط الدنيا والتنافس فيها. فإن بسطت علينا الدنيا وتنافسنا فيها خاف رسول الله علينا من الهلاك. وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فصلى على أهل أحد، دعا لهم واستغفر لهم، ثم انصرف إلى المنبر فقال: وهذه آخر خطبة للنبي على منبره عليه الصلاة والسلام كما قال عقبة. قال: فصعد النبي على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وهو على المنبر ينظر إلى حوضه ومنبره على حوضه عليه الصلاة والسلام. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد. هذا للصحابة: لا أخاف عليكم من الشرك، ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. فالنبي أخبر أن سبيل الهلاك وطريق الهلاك هو السير على سبيل المشركين، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الدين. قال الإمام ابن عبد البر: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من خالف فهو من المطرودين عن حوضه. قال: وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله كلهم مطرود عن حوض محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ورحم الله ابن المبارك الذي قال: وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وروي في الأثر وقد عزاه إلى خير البشر عليه الصلاة والسلام، ولا يصح مرفوعا لكن معناه صحيح كما أشار شيخ الإسلام. قال في الأثر: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس، الأمراء والعلماء. فما السبيل؟ نكرره ولا نمل من تكراره. السبيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بطريق النجاة، وهو التمسك بما كان عليه رسول الله، بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هما قاعدتان متضادتان: إن سرت على سبيل المصطفى نجوت في الدنيا والآخرة، وإن سرت على سبيل من جفا هلكت في الدنيا والآخرة. عافانا الله وإياكم من الهلاك.
فاستمسكوا بكتاب ربكم، استمسكوا بغرز نبيكم، استمسكوا بهدي أصحاب نبيكم عليه الصلاة والسلام. فلا نجاح ولا فلاح إلا لمن كان مع محمد عليه الصلاة والسلام على الصراط المستقيم في الدنيا لينجو على الصراط يوم القيامة إلى جنة الله ورضوانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء عن الأمة، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن ينجينا برحمته وأرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى كتابك ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبيك ردا جميلا. ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك به، ثبتنا على السنة حتى نلقاك بها. تجاوز عن خطيئاتنا برحمتك أنت أرحم الراحمين، اغفر سيئاتنا برحمتك أنت أرحم الراحمين، اهد قلوبنا برحمتك أنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا قدير أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن ترفع راية القرآن على كل راية يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.